ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله عن أصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته وعنا معهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يوم عظيم مبارك من أيام الله، ننتصر فيه لمعلم مبارك من معالم رباطنا في هذه البلاد، هذا المسجد العتيد، وهذا المسجد الذي هو وقف للمسلمين لا تنفك عنه قدسيته إلى يوم القيامة. مسجد مدينة بئر السبع الكبير من ورائنا، والذي يحرمنا الظالمون من أداء الصلاة في داخله، مما يضطرنا إلى أن نخوض نضالا جماهيريا على مدار الساعة حتى يتم تحريره بإذن الله رب العالمين، مما يضطرنا أيضا أن نصلي اليوم في باحاته. والحق والأولى أن يفرغ هذا المسجد من كل محتوياته التي تتنافى مع عقيدة المسلمين، وأن يفتح للصلاة فورا ومباشرة وبشكل دائم لكل الصلوات الجمعة والجماعة، وليس لأحد غير المسلمين حق في هذا المسجد، وإنما هو وقف إسلامي خالص أوقفه من قبلنا حين شيد في مطلع القرن العشرين منذ أكثر من 100 عام، لكي يكون غرضه وغايته استقبال المصلين الموحدين العابدين لله رب العالمين، الساجدين لله تعالى والموحدين له في داخل هذا المسجد، وليس فقط في باحاته. نحن لن نتنازل عن باحاته أيضا، حتى باحات المسجد هي وقف تابع للمسجد، ولكن المسجد هو قلب الصراع على قدسية هذا المكان وعلى قدسية هذه الأرض. هذا المسجد بمئذنته الشامخة وبقبته الجميلة وببنائه على الطراز الإسلامي الواضح معلم يؤكد تاريخ هذه المدينة، هذه المدينة التي تاريخها يبدأ من لدن سيدنا إبراهيم عليه السلام، مرورا بالأنبياء، واختتاما بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي أسري به إلى هذه الأرض الطاهرة، ثم صحابته الكرام، ثم أجيال المسلمين التي عمرت هذه الديار قرابة 1400 عام، لكي تأتي قوة غاشمة بعد ذلك تحرم المسلمين من أداء شعائر دينهم في داخل هذا المسجد. المسجد أيها الإخوة في عقيدتنا نحن المسلمين، المسجد وليسمعها المسلمون وغير المسلمين، المسجد هو بيت لله، فالذي ينتزع المسجد من عباد الله هو يشن الحرب على الله، فحربهم مفتوحة مع الله عز وجل. يسأل سائل ويقول: إن كان المسجد لله، إذن لماذا لا تدعون الله عز وجل يحرر مسجده؟ البيت لله وللبيت رب يحميه، لكن الله عز وجل أيدنا بسنة في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فسنة التدافع، نحن الآن نقوم بفرض ونؤدي فرض كفاية نيابة عن الأمة المسلمة بأسرها. أنتم يا من حضر ويا من شارك ويا من سيشارك إن شاء الله تعالى
في كل الفعاليات الجماهيرية التي تهدف لتحرير هذا المسجد تؤدون فرض كفاية وتخوضون معركة صادقة نيابة عن الأمة بأسرها لكي يتحرر هذا المسجد وتتحرر سائر المساجد للعبادة وللصلاة. وإن لكم وسام شرف أن تكونوا من الفئة التي شهد الله عز وجل لها بالإيمان. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، هي شهادة لمن آمن بالله واليوم الآخر. كل من يعمر هذه المساجد من خلال بنائها، من خلال تطهيرها، من خلال تحريرها، من خلال صيانتها، المحافظة على قدسيتها، إعادة إعمارها، نحن في مهمة ومسؤولية وأمانة يسلمها جيل بعد جيل إن شاء الله تعالى. وعسى أن نكتب من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر الذين يعمرون مساجد الله تعالى ويحظون بشهادة الله تبارك وتعالى لهم. أما في الطرف المقابل فإن الذين يمنعون مساجد الله وإن الذين يحولون بين عباد الله وبين بيوته ويسعون في خرابها فقد توعدهم الله عز وجل بالخزي في الدنيا والآخرة وبالعذاب العظيم يوم القيامة. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا مأواهم وهذا مثواهم. ونقول ونحن في هذه الأرض التي تحكمها دولة تدعي الديمقراطية نقول إن حقنا الثابت والشرعي والقطعي في إعمار بيوت الله في هذه البلاد وافتتاحها للصلاة هو حق تضمنه لنا كل الشرائع السماوية والأرضية. وأنا أتحدى أن تكون هنالك عواصم في الدنيا بأسرها ليس فيها بيوت للعبادة لكل من يقيم فيها من أقليات أو أكثرية. مساجد موجودة في نيويورك، في واشنطن، في طوكيو، في لندن، في برمنغهام 350 مسجد ومصلى في مدينة هي الثانية في بريطانيا وليست المدينة الكبرى. لكن أن يقام مسجد في مدينة بئر السبع أو أن يفتتح مسجد في مدينة بئر السبع التي يقطنها 8,000 مواطن عربي ويؤمها في كل يوم عشرات الآلاف من المرتادين لها لمصالحهم، لأسواقهم، لمعاملاتهم وللمؤسسات الحكومية التي يستقبلون ويتلقون خدماتهم منها. هذا في شرع إسرائيل حرام، هذا في شرع إسرائيل منكر. أين هي حقوق الإنسان الأساسية التي تفتح المجال لكل عابد أن يعبد ربه عز وجل على الهيئة التي يؤمن بها وله الحق الكامل في أداء شرائع وشعائر دينه بشكل محترم؟ لماذا يفرض علينا الآن أن نصلي في العراء وفي الحر وقد كانت هنالك صلاة جامعة في باحة هذا المسجد قبل ذلك؟ وهذه هي الصلاة الثانية للتدقيق وللتاريخ وليست الصلاة